ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ دي تاني حلقة هتكلم النهاردة فيها عن الذكاء العاطفي في العلاقة. بمعنى ايه؟ اللي هو انت امتى تظهر وامتى تختفي، امتى الطريقة اللي بتقول بيها الكلام وتوقيت الكلام امتى. يعني كلمة مثلا زي عيونك حلوة دي تعتبر غزل، بس ازاي وامتى تقول الكلام ده اللي هقوله النهاردة. الغزل زي مثلا العزف على الآلة، لو فضلت دايما تضرب وار واحد طول الوقت اللي هيسمعك هيطفش. اول واهم حاجة لازم تبقى عارفها هي طريقة اسمها ادفع وارجع. اللعبة هنا انك هتمدح فيها وبعدين هتسحب الكلام اللي انت قلته ده، يعني هتشد الحبل جامد وبعدين تسيبه خالص. يعني هتقول لها مثلا حاجة حلوة وبعدين هتضيف لسعة كده خفيفة. طب احنا ليه هنا بنعمل كده؟ علشان النفس البشرية عمرها ما بتنجذب للشخص اللي مضمون دايما، المتاح دايما، مش كذاب. المشاعر مش بتشتغل غير لما بتحس بحاجة بتحركها، بشيء بيحركها. انت هنا لما بتعمل طريقة بوش وطريقة بول اكنك بتلعب مثلا بعواطفها، وانت هنا مش بتعمل ده عشان خاطر ان انت مثلا مش عايزها او انك كارهها، بالعكس انت بتعمل ده عشان خاطر تحافظ على العلاقة. لان صدقني انت طول الوقت، لو طول الوقت كل يوم بتتكلموا مع بعض، طول اليوم هي بتكلمك اي وقت هتلاقيك متاح دايما. هتكلمك مثلا في الشغل هترد، هتكلمك مثلا بالليل هترد. هي هتسأل نفسها طب هو بيبقى مشغول امتى؟ ده هيترجم على طول في مخها انك فاضي، ما عندكش حياة ولا حاجة غيرها. هي بالنسبة لك محور الكون، هتشوفك انك دايما مستنيها تكلمك. الانجذاب هيروح والعلاقة نفسها هتبوظ. عايز افهمك، البوش ده يعني التشكيك الخفيف، والبول ده يعني المدح والاهتمام. زي مثلا انتم النهاردة خرجتوا، هتقولها انك عيونك كانت حلوة النهاردة بس صوتك عالي. انت هنا مدحتها وفي نفس الوقت نجشتها. طيب ليه الاسلوب ده مهم؟ لانك لما هتمدح بس زي مثلا انا عاجبني كل حاجة فيكي، ده هيقل جاذبيتك. الصح انك تقولها بالطريقة دي، انا عاجبني كل حاجة فيكي بس مش للدرجة. التوازن هنا، البالانس هنا مهم. مش طول الوقت هتفضل تبوش على طول ومش طول الوقت هتفضل بول على طول. الاتزان، حبة مدح وحبة نكش. انت هنا كده عندك اسلوب يجذب، هيترجم عندها انك شخص غريب بس هتعجبها. في كتير بيقولوا ان الغزل لازم يكون واقعي، بس الواقعية المفرطة مش هتعمل حاجة غير انها هتخلي البنت تحطك في خانة انك لطيف بس مش مثير. انت مش عايز تبقى لطيف، انت عايز يبقى عندك personality، تبقى ممتع وذكي. النقطة التانية المبالغة الذكية، دي اخفى اساليب الغزل. هتقول مثلا جملة مبالغة بس بذكاء، جملة وراها مغزى. زي مثلا احنا عايزين نتجوز، واول بنت هنسميها هتقول اي اسم كده، يعني اي اسم بيضحك. هي هتضحك بس جواها هيحصل حاجة غريبة، مش هتبقى فاهمة انت مثلا بتهزر ولا بتتكلم بجد. طب ليه انت هنا هتعمل كده؟ لانك هتلعب على محورين، المتعة والضحكة. هتخلي الكلام خفيف وفي نفس الوقت ممتع، وفي نفس الوقت تلميح عاطفي. القاعدة اللي هتمشي بيها لمح وما تصرحش. التلميح احلى مليون مرة من الاعتراف الممل. بس خلي بالك المبالغة الذكية مش كذب ولا تمثيل، ده فن في الكلام. يعني اوعى تقول لها انا من غيرك اتوه توهان، ولا من غيرك ماليش عنوان. لا، الكلام ده هناك عند بقى سلطان. انت كده في مشهد دراما، يعني هتبقى مضحك قوي. ده كده مش غزل، ده كده عبط. او مثلا انا لو ما شفتكيش النهارده انا هيجرى لي حاجه. انت كده يا ابني هتعمل لك بلوك. انت كده اسمك سمب. انت دلوقتي عندك سلاحين، بوش وبول، حاجه فيها شد وجذب وحاجه بتخلق الجاذبيه. المبالغه بذكاء هتديك جاذبيه حلوه، هتحطك في خانه الراجل الممتع الذكي اللي يعرف يخلق لحظه عمرها ما تنساها. النقطه اللي بعدها التخمينات الذكيه. يعني هتشوف حاجه فيها حركه، نبره صوت، بتتعامل ازاي مع صحابها،
وهتخمن حاجة عنها بس بطريقة ذكية زي ما اتفقنا. مثلا هتشوف طريقتها في الكلام وعيونها وهي بتتكلم بثقة، هتقولها انت دايما انت اللي بتقودي صحابك، وواضح من الثقة اللي عندك. كده هيترجم عندها انك شايفها. وصدقني البنت بتحب شعور انك تشوف حاجة الكل مش شايفها، مش شكلها، شخصيتها، لانها هتخلي البنت تقرا اللي ورا السطور. مش بس انت واحد بيمدح شكلها ويضحكها، لا انت كمان بتحلل وتلاحظ بتتعامل ازاي مع الناس، بتتكلم بثقة، والاهم بطريقة عفوية وذكية. هي هتضحك من جواها. هو لاحظ حاجة محدش لاحظها قبل كده. لو جاتلك الفرصة انك تقولك انت عرفت ازاي، اعرف انك لمست حاجة حقيقية جواها وقاريها كويس. الخلاصة هنا انك شخص ذكي وملاحظ، وتشوف الناس على مستوى اعمق. ودي جاذبية مش بتتوصف بالكلام، لانك مش بس بتضحكها، انت كمان بتشغل خيالها وبتخليها تفكر فيك. النقطة اللي بعدها مستقبل خيالي مع بعض. يعني بدل ما انت قاعد بتحلل اللحظة وتمدح، هتفتح باب لخيالها وتدخلها في عالم فيه انتوا الاتنين بس بطريقتك. يعني مثلا عايز نسافر مع بعض ونعيش في صحراء ونبني خيمة وتطبخي. انت هنا عملت حاجتين: رسمت صورة مستقبلية معاها، خليت الصورة غريبة ومضحكة. في نفس الوقت ما كنتش تقيل، ما قلتش مثلا كنت اتمنى ابقى معاكي على طول. يعني انت هنا ولا قلت بحبك ولا قلت حاجة، انت قلت حاجة خيالية هي هتعجبها. هي هتتخيل صحراء ومسافرين مع بعض وخيمة، يعني انت شايفها مراتك ومسافرين مع بعض، بس في نفس الوقت ما عبرتش بكلمة بحبك. طب ليه الاسلوب ده؟ لان الخيال دايم اكتر من الواقع. البنت دايما عندها فيلم في راسها، البنت دايما بتتخيل، وانت لما تسحبها على عالم خيالي بينك وبينها، انت مش بس بتكلمها، انت قاعد تألف معاها فيلم بينكم. السر هنا المشاعر اللي تحسها في الخيال عقلها يترجمها كأنها حصلت فعلا. يعني لو ضحكت من خيال بسيط معاك، هتربط الضحكة دي بيك، انت هيبقى عندك ذكرى معاها من غير ما يكون في حاجة حصلت فعلا. ازاي تعمل ده؟ خد مثلا حاجة من اللي هي بتحبها، او حتى موقف واخترع قصة وبالغ فيها. الصيغة دي ممتعة لانها مش بتتاخد بجدية، بس في نفس الوقت فيها تلميح انك تتخيل معاها وتفتح ليها احتمالات. واللعبة هنا انك بتقولها وانت بتضحك مش بجد، ما تقولهاش وانت بتتقدم على انك تتجوزها، انت هنا هتقولها وانت بتهزر، بتخليها تتخيل وتضحك. وده الفرق. الخلاصة اللي عايز اقولها، انت هنا بتفتح باب انها تستمتع معاك من غير ضغط، وتشوف حد تقدر تضحك معاه، وفي نفس الوقت بتتخيله في سيناريوهات. والاهم من كل ده انها تحس بالامان. اللي بيميزك هنا انك مش زي اي حد، انك مختلف، والذكريات دي هي اللي بتبقى لانها نادرة وهتشوفك كشخص مختلف. اخر حاجة عايز اقولها، انت لازم تبقى على طبيعتك دايما، اوعى تبقى مصطنع بس. ودي كانت الحلقة النهاردة. لو عجبتك اعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.